السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل معاكم كوكيز بس بطريقة سهلة جدا وبسيطة خالص. يعني في دقيقتين كده هتلاقي نفسك عملتيها، وفي 10 دقايق حطيتيها في الفرن. ويلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بصوا المقادير سهلة خالص: كوباية إلا ربع عسل، نص كوباية سمنة، بيضة، فانيليا، بيكنج باودر، 3 كوبايات دقيق. تمام كده. هنحط كوبايه الا ربع العسل، هنفضيه كله كده، ونحط عليه نص كوبايه سمنه الاول. اسفه معلش، هنحط معاه البيضه ونقلبه بقى تقليب جامد بقى. قلبي، حطي الفانيليا وقلبي بقى حلو. يلا يا جماعه، اللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك، واللي ما عملش لايك يا ريت يعمل لايك، عشان العيله بتاعتنا كده تزيد وتكبر ان شاء الله بيكم. وان اليومين دول كده نكتروا ونقول اللهم بلغنا رمضان. والدعاء الايام دي جميل قوي يعني. يا ريت كلنا ندعو كده، بكل حد يدعي بكل حاجه نفسه فيها، ان اليومين دول اعمالنا هتعرض على الله ونعم بالله كده. هنحط بقى نص كوبايه سمنه. انا حاطه سمنه على زيت، عايزه تحطي سمنه ماشي، عايزه تحطي حته سمنه فلاحي مع شويه زيت، يعني معاك الاختيار. المهم نص كوبايه سمنه على زيت. عايزه عشان ما تاخدش منك تقليب كتير، تدوبيها شويه، يعني قبل ما يعني تدفيها قبل ما تحطيها على العسل ماشي. انا حطيت معلقه ممسوحه صغيره خالص بيكنج باودر. اوعي تكتري البيكنج باودر عشان الكوكيز ما يتفردش معاكي قوي وتلاقيه فرش في القلب البتاع. ورشه ملح صغيره كده. حطينا كوبايه الا ربع عسل، نص كوبايه سمنه، بيضه، رشه ملح، فانيليا، بيكنج باودر. بيكنج باودر رشه بسيطه خالص، معلقه صغيره ممسوحه، معلقه شاي ممسوحه. ونعمل بقى بايدينا كده نقلبها. بصي هي خلاص كده، يعتبر ان انت هتلمي العجينه وخلاص خلصت معاكي. ما شاء الله، مش عايزه كلام، وتخلي ريحه البيت ايه، مش عايزه اقول لكم. وطعمها ما شاء الله جميل والله، هتعمليها مش هتخسري، هتلاقي طعمها معاكي تحفه. بصوا فضلنا نقلبه لحد ما العجينه بقت لينه كده في ايدنا. هتكوري كده العجينه تشوفيها تختبريها. بصي اول ما تلاقي العجينه معاكي ناعمه كده خلاص، كده خلاص هي يعني كده خلاص. الشغل اللي انت عملتيه بايدك ده كده خلاص. فانت عايزه بقى تعملي المقاس ده براحتك خالص، عايزه تكبري، عايزه تعملي المقاس الصغير اللي انا عاملاه. انا حبيت اعمل المقاس الصغير ده عشان تبقى على قد يعني اللي يقطم قطمه تبقى خلاص، ما ياخدش حته ويسيبها ومش عارف ايه. وبعدين انا مسكت كل ده انا عملته، وساندي ورودينا هم اللي حطوا الشوكولاته على الوش. يعني انتي تعمليها وتشاركي بناتك فيها، ولادك تدخليهم تفرحيهم كده معاكي وانتي بتعمليها. تبصي تلاقي الاولاد بتبقى فرحانه جدا لما بتبقى حاجه زي دي، معجنات زي دي بتبقى فرحه العيال قوي. انا برمتها كلها كده، انا هوريكم الرشه كده بس. الاشكال اللي انت عايزه تحطيها بقى، عايزه تعمليها من غير الشوكولاته اصلا براحتك، عايزه تحطي الشوكولاته ذات نفسها في العجينة عادي، ممكن تحطي الشوكولاتة ذات نفسها في العجينة. وسبت الباقي بقى. انا عملت يعني انا عملت للعيال كل التدويرات ديت، وخليت بقى بناتي هم اللي بقوا يشكلوا الكوكيز بقى هم بالشوكولاتة بايديهم عشان يفرحوا. وادي اهوت انا حطيته في الميكرويف، ما يعني مش محتاج تسوية يعني من جامدة. خلاص طالما بصي احمر معاكي كده جميل. عايزة تحمري الوش عن كده تغمقي سنة براحتك عادي برضك. ما خدش والله، ما كملش 10 دقايق في الفرن بالمنظر دوت. بصوا ما شاء الله. ويعني 3 كوبايات دقيق ودوت رمى معانا الكمية اللي انتوا شايفينها دي كلها. والطعم ما اقولكمش تحفة، تحفة والله. بالهنا والشفا على كل اللي هياكله. ما شاء الله جميل جدا. وكده الفيديو بتاعنا خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.